للأسف ده أخطر عيب ممكن يحصل مع أي حد نقدر نقول عليه عالم أو شاطر بيحاول يعلم حد تاني وبيخسره كتير. صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل ومهما كانت الظروف وحشة، لأن ربنا دايما موجود. أكيد في حياتك قابلت ناس كتير شاطرين، ناس علماء، ناس عندهم علم كويس، ناس لو كانوا علموا غيرهم كانوا هيفيدوا غيرهم كتير. بس في مشكلة خطيرة جدا بتبقى عند الناس دي، ألا وهي فكرة الأستاذية. فكرة الأستاذية دي بتتلخص في إن أي حد عنده علم أو أي حد في قدرته إنه يعلم غيره، دراسة، مهنة، أي حاجة، لو تعاملت مع الناس اللي انت بتعلمهم بفكرة ان انت بتبص لهم بدونية وان انت عالم اكتر منهم، صدقني مش هيحبوك، مش هيستفيدوا منك اي حاجة. ياما الواحد في حياته قابل مشايخ وقابل رجال دين، مش في الدين الاسلامي بس، في اي دين، بيكرهوك في الدين لمجرد انه بيتعامل معاك ان انت جاهل، او ان انت كده كده داخل النار، او اتعلم مني وما تفكرش. فبيبقى عنده فعلا علم كويس جدا بس بيكرهك في الحاجة اللي انت نفسك تتعلم فيها، لانه تعامل معاك بأستاذية. اكيد طالما انا جاي اتعلم منك يبقى انت علمك اكتر مني في الحاجة اللي انا جاي اتعلمها، فمش لازم كل شوية تحسسني اني ما بفهمش وتحسسني اسمع انت فاهم غلط، انا اللي بقول لك الصح. ما احنا عارفين ده من الاول، بدليل ان انا جاي اتعلم منك. بلاش كل شوية ضمنا تبقى كأنك بتقول لي انت حمار يا حمار. انا بقول لكم المعلومة دي ليه؟ لان احنا كمان داخلين على فترة المدارس وخناقات المذاكرة مع الولاد و فأها اكتر مشكلة بيقع فيها اي حد عنده علم بيحاول ينقله لحد اقل منه، انك بتتعامل معاه ان انت عالم اكتر منه. طب ما احنا عارفين انك عالم اكتر منه، بس مش لازم تتعامل بقى مع اي حد طالب علم في جامعة، في مدرسة، ولادك، حد بتدرس له، رجل دين، مش لازم كل شوية تحسسه انه ما بيفهمش. بالعكس، حسسه انه يقدر يتعلم ويبقى زيك، وتواضع شوية وانت بتعلمه مع كامل الاحترام ليك كأستاذ. صدقني هيحبك ويستفيد منك اكتر. دي اكتر حاجة بتكره الناس انها تتعلم، فكرة الأستاذية، وفكرة إنك تبص للناس اللي بتعلمها من فوق وبدونية، وبتعاملهم على إنهم جهلة. يا رب كلنا نستفيد من بعض وكلنا نفيد بعض وننشر السعادة. وصباح السعادة.